مندوق بقى الفراخ دي، يعني بجد يا جماعه الصوص يعني مش عايزه اقول لكم طعمته ولا حلاوته. بسم الله. اللي ما بيحبش الوراك هيحبها، اللي مستعجل هيعملها، الطفل الكبير الصغير التخين الرفيع كله هيحبها. عايزه اقول لكم طعمها بجد وهمي. يعني نشوف دي برضو، دي يا جماعه حشوه معمول لها خلطه وتتبيله حلوه قوي. ولا تقولي لي جبن ولا تقولي لي لحمه ولا تقولي لي مش عارفه ايه، مش ممكن. خلطه سهله وسريعه. ندخل بقى على الاكل الحلو ده ونشوفه اتعمل ازاي. هو يا جماعه فعلا سهل وسريع ومكوناته ان شاء الله موجوده، يعني مفيش اي افتكاسات فيها ولا اي حاجه غريبه. اول حاجه انا بشرت بصل زي ما انتم شايفين كده، بصلايه كبيره محترمه كده، عشان انا عندي وراك اللي هي المخليه اللي هو الحمام الكداب يعني، بس انا مش هحشيه، هو وراك مخليه. دلوقتي انا بعصر البصل زي ما انتم شايفين كده، هاخد ميته وما برميش الطفل ده، بشيله في الفريزر اتبل بيه فراخ او اتبل بيه لحمه مفرومه او اي حاجه. المهم دلوقتي انا ببتدي بقى اتبل ميه البصل دي، حاطط لها بابريكا مدخنه، وحاطط لها طبعا ملح وفلفل اسود اكيد وتوم باودر وبصل باودر، وكمان حطت لها توم مفروم، يعني قد معلقه كبيره كده من التوم المفروم. وبعد كده جبت بقى الوراك اللي عندي دي وايه تبلتها كويس جدا جدا. مش لازم يعني كل مره نحشيها، على فكره طعمها حلو وان شاء الله تعجبكم قوي. زودت بس فلفل اسود هنا في الاخر، ما كنتش تقريبا حطيت. وبعدين حطيت عليها عصره نص برتقانه وكمان عصره نص ليمونه، او تقدري تبقى برتقانه كامله وليمونه كامله حسب كميه الوراك اللي عندك. وسبتها نص ساعه، وبعدين جبت طاسه حطيت فيها 3 4 معالق من الزيت، ونسمع بقى الصوت. يا سلام. بنحمر بقى الفراخ الحلوه بتاعتنا دي، بحمرها لمده مثلا 5-6 دقايق على الناحيتين لغايه ما تاخد لون، واشيل بقى الجزء ده واحط جزء تاني من الفراخ برضو، وبعدين حطيتهم كلهم على بعض علشان يستووا، لان هي ما بتاخدش وقت خالص يا جماعه. هي اول ما بتلون كده انت كده اوريدي سويتيها تقريبا 3/4 سوا. فانا كده شوحتهم يعني نقدر نقول 10 دقايق. بعد كده بقى حطيت معلقه كبيره من الصلصه اللي انا كنت مسبكاها، وبرده بشوحها فيها كويس جدا. يعني على فكره كده قربت تستوي، تخيلي ما بتاخدش وقت خالص. وبعدين ابتديت ان انا احط عليها رشه كده بسيطه من بهارات الفراخ والجنزبيل. ما عندكيش بهارات فراخ مش مشكله، ممكن تحطي بدلها بصل وتوم باودر تاني هنا في التشويح ده، بس الجنزبيل مهم جدا. وبعد كده يا ستي انا رحت موطيه ومغطيه 10 دقايق، كانت استوت. رحت عامله ايه دلوقتي بقى؟ انتوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ خلاص هي كده استوت، يعني هي اخدت 10 دقايق تشويح و10 دقايق تاني لما وطيت وغطيت عليها كانت استوت وشربت من كل الصوص اللي احنا عملناه ده. بعد كده هشيلها وابتدي بقى ايه، احط الفلفل اللي انا مخرطاه. انا مخرطه فلفل اخضر وفلفل احمر وقرن فلفل سبايسي، اذا يعني حابه ان انت تعملي لها فلفل سبايسي. وعلى فكره انت ممكن برضو تحطي في الصوص ده لو عندك بطاطس محمره كارو كده ممكن تحطيها فيه. المهم انا شوحت الفلفل ده كويس جدا، ونزلت ايه بقى بالفراخ تاني وسبتهم مع بعض 3-4 دقايق كده، او مفيش والله يا جماعه دقيقه، مش لازم الفلفل يدبل قوي، يعني ممكن تبقى دقيقه واحده كفايه جدا. بالنسبه للفراخ يعني الفراخ كده اتعملت. انا دلوقتي بقى بعمل الحشوه بتاعه الجلاش او السمبوسه. انا سلقت بطاطس وبعدين جبت معلقتين من الزيت، حطيت عليهم معلقه من الثوم المهروس وشوحتها كويس جدا كده. بعد كده حطيت بصلايه كبيره متخرطه، شوحتهم كويس برضو مع بعض كلهم، ولازم اتاكد ان هم اخدوا لون مع بعض. وبعد كده هبتدي اتبلهم. انا حطيت شطه، كزبره، كمون، ملح وفلفل اسود وبابريكا مدخنه، واذا حابين تحطوا كركم يبقى يا ريت، هيبقى تحفه. وبعد كده كان عندي بسله فروزن في الفريزر، رحت ايه حطاها ومشوحاها كويس كده، واتاكدت بس انها شربت من الخلطه دي كويس. انا لقيتها نشفت شويه، رحت حاطه لها معلقه كده من السمنه. وبعدين نزلت بالبطاطس اللي انا سلقتها وهرستها، وهقلب بقى الميكس ده كويس كده. عشان عايزه اقول لكم بجد يا جماعه هنعمل بقى حركه دلوقتي برضو هتديها طعم يجنن. هنحط ايه بقى دلوقتي؟ انا حطيت شويه شطه، وحطيت كزبره خضراء قد معلقتين كبار كده، وحطيت نص ليمونه، ولو عندك برضو شويه سماق يا ريت تحطيهم. وبعدين انا وطيت وغطيت، بس نقدر نقول كده 5-6 دقايق عشان اتاكد بس ان البسله استوت. لازم تدوقي البسله تلاقيها استوت. انا دلوقتي جبت جلاش، ولو ما عندكيش يبقى سمبوسه. انا ما كانش عندي سمبوسه وكان عندي جلاش، قلت ايه ما يضرش، رحت جايبه الجلاش كل ورقتين 3 بحطهم على بعض ومخرطاهم بالطريقه اللي انت شايفاها دي، وحطيت الحشوه وقفلتها شكل السمبوسه كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم يا جماعه الحشوه طعمها حلو قوي، ولا جبنه ولا فراخ ولا لحمه،
كانت جميله جدا، يا ريت تجربوها. وجنبي شويه زيت كده بقفل بيه الجلاش، علشان الميه بحس كده انها بتعجنه، يعني نقطه الزيت اللي جنبي دي وهي بتقفل الجلاش بيبقى اظرف بكتير جدا. وعلى فكره احنا مش عايزين برضو نحمره بزيت غزير، اهو شايفين بحط زيت كده فيه عشان يلزق اخر حته كده في الجلاش. او طبعا لو عندك سمبوسه برضو الحشوه دي بتبقى حلوه جدا. حطيت 3 4 معالق كده من الزيت في اي جريل او في اي طاسه عندك، وبعدين تروحي حاطه بقى الجلاش او السمبوسه زي ما قلت لك وتحمريها، ما بتاخدش، تبقي واقفه جنبها والنار تبقى متوسطه وتشوحيها بقى على الجنبين. يعني الزيت لما يسخن توطي النار للنص وتشوحي بقى على الجنبين، مسافة ما ياخد لون هيبقى كده خلاص، لان الحشوة مستوية والجلاش ورقتين 3 مش كتير يعني، فبيتعمل ما بياخدش 3 4 دقايق بيكون اتعمل كله. دلوقتي بقى انا بعمل سلطة حلوة وسريعة كده وطعمها جميل جدا ومغذية جدا جدا. انا كان عندي كابوتشاية حلوة كده كبيرة، خرطتها كلها، وبعدين هبتدي بقى اعمل لها خلطة حلوة قوي. انا جبت بقى فصين من الثوم، وجبت عليهم معلقتين من الخل، حطيت بصل باودر وكمون وبابريكا وملح، واذا طبعا حابه تحطي شطه ده يا جماعه اكيد اختياري، وحطيت عصره نص ليمونه، كمان على فكره انا هجيب نص برتقانه اهي. وبعدين هحط الميكس ده وهقعد ادعكه بقى بايدي كده وتدوسي كويس جدا. انا بس بقيت البرتقانه كنت بحطها، وعلى فكره انا حطيت عليها بعد كده طماطم وخيار. بس يا ستي انا بوريكي بس ان الفراخ اتعملت وخلصت. غرفنا بقى اكلنا، ادي الجلاش وادي الفراخ. وعايزه اقول لكم انت بجد مش هتصدقي نفسك من طعامه الاكل. رشه بابريكا مدخنه كده من على الوش، وحطيت طماطم وفلفل على الكابوتشي ده. بصوا بقى شايفين من جوه عامله ازاي ولا الطعم؟ والله يا جماعه احلى من الجبن ومن اللحمه. مش عايزه اقول لك طعمها طعم قد ايه. الليمون اللي حطيناه والبرتقان اللي في الاخر والسماق ده مدينا طعم حلو قوي، والجنزبيل والحركات والفراخ بقى مش عايزه اقول لك طعمها حلو قد ايه. هي طريه وجوسي، استوت بسرعه، والتتبيله اللي حطيناها فيها حلو قوي. وزي ما قلت لك لو عندك بطاطسايه ممكن برضو، وبرضو زي ما قلت لك هنا برضو انا زودت معلقه بابريكا مدخنه في الاخر، وخرطت طماطمايه خيرايه قرن فلفل كده. يعني هنغرب بس الاكل مع بعض. يا سلام، فراخ طعمها بقى يا ولاد عاملين لها خلطه حلوه وسهله ولذيذه، ومكوناتها موجوده في كل بيت. على فكره ده مش سمبوسه، ده جلاش، ولا محشي جبنه ولا محشي لحمه ولا محشي فراخ. وحتى السلطه دي برضو جديده ما عملتهاش معاكم قبل كده. عظمه على عظمه على عظمه على عظمه. لازم تجربوا الاكل ده وقولوا لي رايكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بحبكم جدا جدا، ما تنسونيش بكومنتاتكم الحلوه، واشوفكم الفيديو الجاي حلوين. باي باي.